ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه 2023، وان شاء الله تكون سنه سعيده جدا جدا عليكم، وتكون افضل من السنه اللي فاتت 2022. وبمناسبه السنه الجديده باذن الله هعمل جيف اواي على الاجهزه اللي انا هتكلم عليها في الفيديو ده، فتابع لاخر الفيديو عشان ممكن تكسب حاجه من الاربع حاجات دول. طيب مبدئيا خلونا نتكلم على شركه ريلمي نفسها. ريلمي واحده من الشركات اللي انا بحبها جدا يعني بشكل شخصي، وكنت ماسك الموبايل اللي هو الاكس 50 برو سنتين تقريبا كموبايلي شخصي. وواحده من انجح السلاسل بتاعه ريلمي هي سلسله السي اللي هي الفئه الاقتصاديه. عندنا النهارده بنتكلم على موبايلين من فئه السي، وهما السي 35 والسي 30. تعالوا بينا نبتدي بالسي 35. هو موبايل فئه اقتصاديه زي ما احنا قلنا، ولكن جايب امكانيات عاليه جدا وتصميم، وركزوا في موضوع التصميم ده، شيك جدا. لما تمسك الموبايل هتحس ان هو مش موبايل فئه اقتصاديه تماما، تحس ان هو موبايل فئه متوسطه او فئه متوسطه عليا كمان. عندك الحواف او الفريم بتاع الجهاز فلات، بيفكرني بالايفون كده، لدرجه ان ممكن اوقف الموبايل على ترابيزه من غير ما اسنده باي حاجه وراه. الموبايل هنا لونه اسود، بس لما بتوجه له النور بيعمل انعكاسات كتيره جدا، والشكل العام للموبايل شكله شيك جدا جدا. ولو قلبنا الموبايل على وشه هنلاقي الشاشه هنا بتيجي بحجم 6.6 بوصه بدقه فول اتش دي بلس. دي حاجه كويسه قوي في السيجمنت دي او في الفئه دي. الشاشه هنا اي بي اس و60 هرتز عادي، مش 90 ولا 120، شاشه عاديه جدا. ولكن دقه الشاشه وسطوعها تحت اشعه الشمس والوانها كويسه قوي قوي. لو انت حابب تتفرج على اي محتوى على الشاشه دي هتتفرج بدون اي مشاكل. شاشه كويسه جدا. كنت اتمنى ان هي تبقى 90 هرتز مثلا، بس ما حصلش. تمام. طيب اللي بيميز الجهاز جدا جدا من وجهه نظري وهو البروسيسور. البروسيسور من نوع يوني سوك تي 616. بروسيسور مش بنلاقيه كتير، دايما احنا متعودين على سناب دراجون او ميديا تك. ولكن لما جربت البروسيسور ده اداء الجهاز كويس جدا جدا، مع ال 4 جيجا رام 128 جيجا اللي جاي بيها الجهاز. هتقدر ان انت تشغل كل تطبيقات السوشيال ميديا بشكل عادي جدا، بشكل سريع. قدرت ان انا العب ببجي على اتش دي هاي من غير اي تعليق، من غير اي فريم دروب او حاجه. ولما دورت عن اداء الموبايل ده شويه لقيت حاجتين بيساعدوا اداء الموبايل بشكل كبير جدا. اول حاجه ان الموبايل جايب ذاكره داخليه من نوع يو اف اس 2.2، مش اي ام ام سي اللي احنا متعودين عليها في السيجمنت دي او في الفئه دي. فالذاكره الداخليه السريعه بتاعه الموبايل مساعده جدا جدا الموبايل ده يبقى سريع. تاني حاجه السوفت وير اللي حطاه ريلمي في الموبايل ده، هو اندرويد 11 خام، بس حاطين شويه ايقونات بتاعه ريلمي، شويه حاجات خفيفه جدا، فده مساعد الجهاز ان هو يبقى سريع، وان هو يبقى اندرويد خام ما فيهوش اي اضافات خالص، ما فيهوش اي حاجه زياده عشان تتقل الجهاز. فده مساعد جدا جدا اداء الجهاز. عندنا 3 كاميرات ورا، كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل، وكاميرا 2 ميجا بكسل للماكرو، وكاميرا 0.3 ميجا بكسل للعزل. يعني عندنا كاميرا رئيسيه 50 ميجا بكسل طلع لنا صور عاديه، صور متوسطه، مش هقدر اقول ان هي طبعا افضل صور في العالم. نفس الموضوع هنا، الكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل صور بيها سيلفي عادي جدا. هي كاميرا يعتمد عليها في الظروف الاساسيه او في الصور الاساسيه اللي انت هتصورها. البطاريه هنا جايه بسعه 5000 ملي امبير، وادتني 8 ساعات من وقت عمل الشاشه، رقم كويس جدا. وكمان جاي معاه شاحن في العلبه بقدره 18 واط، بيشحن البطاريه هنا من 0 ل 100 تقريبا في ساعتين الا ربع، في الحدود دي. الموبايل ده عجبني جدا جدا. تقريبا الموبايل سعره في المحلات 5600 جنيه، 5500 جنيه. انت بقى وشطارتك، وانت ممكن تفاصل مع المحل او حاجه. نروح على اخوه الصغير اللي هو سي 30، وللحقيقه برضو ريلمي ما بخلتش تماما في موضوع التصميمات ده. هنشوف هنا الظهر المضلع اللي هو تحسه مضلع كده، ولو عملت كده بايدك هتسمع الصوت كده، ظهر 3 دي. هنلاقي الفريم فلات برضو زي اخوه الكبير سي 35. لو بصينا ورا هنلاقي كاميرا اساسيه واحده بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل، هو موبايل اقتصادي زي ما احنا قلنا. والكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل. كاميرات طبعا يعني اقل بكتير من السي 35، كاميرات عاديه جدا تصور بيها ورق، تصور بيها حاجات الصبح، يعني مش هتعتمد عليها بشكل كامل، وده طبعا العادي في الفئه دي. لو بصينا على شاشه هنلاقيها جايه بحجم 6.5 بوصه بدقه اتش دي بلس. الشاشه كويسه يعني بتقضي الغرض، الوانها كويسه جدا على فكره، ومش هتحس ان هي شاشه رديئه مثلا او حاجه. البانل نفسها نظيفه، الوانها كويسه زي ما احنا قلنا، مشبعه كده. الريلمي سي 30 هنا جاي بالبروسيسور اللي هو اليوني سوك برضو تي 612، مش 16 زي اخوه الكبير. اداء الموبايل برضو يعني ما يختلفش حاجه عن اخوه الكبير، اداء كويس جدا جدا على فئته السعريه. الموبايل ده نازل تقريبا في حدود سعر 3200 جنيه في المحلات ل 3500 جنيه على حسب ما انت تجيبه. وخصوصا ان الموبايل ده كمان جاي ب 2 جيجا رام 32 جيجا، فالامكانيات مش افضل حاجه، مش افضل حاجه ان هي تديني الاداء ده. انا توقعت ان انا هيفتح بقى الفيسبوك
ببطء وهيعمل كل حاجه، لا خالص. زي ما انتم شايفين دلوقتي هو بيتعامل عادي جدا، يعني بيتعامل مع البرامج عادي جدا. انا منزل الفيسبوك الكامل مش لايت وبستخدم الموبايل عادي جدا. طبعا لو حملت عليه زياده عن اللزوم طبعا هيهنج، بس انا بتكلم على الفئه دي اداؤه معقول جدا. اداؤه بيخليك ان انت تستخدم الموبايل ده بشكل عادي جدا، وده برضو يرجع لسببين. السبب الاول ان الذاكره الداخليه اللي هنا من نوع UFS 2.2. تاني سبب ان هو نازل بواجهه مستخدم من ريلمي اسمها جو اديشن. جو اديشن هي واجهه مستخدم بسيطه جدا، ما فيهاش تعقيدات، ما فيهاش اي حاجه، خفيفه جدا جدا، معموله مخصوص للموبايلات اللي في الفئه السعريه دي عشان من الاخر تاخد الاداء بتاع الموبايل ده. الاداء بتاع الموبايل ده احسن من الشاومي الاي 1 بلس. الحاجتين اللي مش عاجبني في الموبايل ده ان هو ما فيهوش بصمه، ما فيهوش فينجر برينت ولا في الجنب ولا ورا، وعندنا منفذ المايكرو USB مش تايب سي. عاده في الفئه دي دايما بيحطوا المايكرو USB مش عارف ليه، ولكن دول الحاجتين اللي ما عجبونيش قوي في الموبايل ده. بس عندك هنا بطاريه بسعه 5000 ملي امبير، ما عندكش الشحن السريع 18 واط بتاع اخوك كبير C35، ولكن عندك هنا 10 واط عادي. طيب نيجي بقى لحبيب قلبي وهو الجهاز ده. الجهاز ده هو تابلت من ريلمي اسمه ريلمي باد ميني، والجهاز ده حرفيا انا من رايي ان هو افضل تابلت تشتريه في السعر ده. جهاز سعره تقريبا 3500 جنيه 3800 جنيه حاجه زي كده، بيقدم لك امكانيات وكواليتي وخامات وحاجات ما شفتهاش قبل كده خالص في تابلت بالسعر ده. التابلت زي ما انتم شايفين الحواف بتاعت الشاشه بتاعته رفيعه جدا على تابلت بحجم 8.7 بوصه، فده خلى حجم التابلت، بصوا انا ماسكه بايد واحده، حجمه تحفه الصراحه. خامات التابلت نفسها كلها من المعدن، الفريم بالظهر بكل حاجه هنا من المعدن اللي هو تمسكه الجو ساقع عندي شويه تمسكه تلاقيه ساقع، معدن حقيقي. زائد ان امكانياته الداخليه حلوه جدا، يعني مثلا جايب البروسيسور بتاع C35 اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اليونيسوك T616، بروسيسور كويس جدا هيديك اداء كويس جدا زي ما احنا اتكلمنا. النسخه اللي معايا هنا هي النسخه 3 جيجا رام 32 جيجا ذاكره داخليه، في نسخه 64، انا بتكلم على النسخه 332، وبرده الذاكره الداخليه بتاعتها جايه من نوع UFS 2.1 مش eMMC زي ما شفنا في الحاجات الاقتصاديه. والكومبو ده كله مخلي الاداء بتاع التابلت ده حلو جدا جدا. زي ما انتم شايفين اداء مش هتلاقي فيه اي مشكله خالص وانت بتستخدم. لو هتستخدمه طبعا في السوشيال ميديا، هتستخدمه في العاب خفيفه بتاع، هتلاقي الاداء كويس جدا جدا. عايز الاداء يبقى احسن شويه هات الاربعه رام 64. عندك كاميرا واحده بس ورا 8 ميجا بكسل، وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل عشان لو هتعمل زوم كولز او حاجه. كاميرات عاديه اقدر اقول ان هي زي الC30 مثلا، يعني هتصور بيها شويه ورق، تصور بيها حاجات اساسيه كده، مش هتعمل بيها لوح زي ما احنا عارفين. الحاجه الجامده جدا جدا بقى في التابلت ده ان هو فيه سماعات ستيريو حقيقيه. لو بصينا فوق هنلاقي سماعه كبيره، ولو بصينا تحت هنلاقي سماعه كبيره، بيدونا صوت ستيريو ليفت ورايت. فده جهاز خرافي جدا لو انت عايز حاجه تتفرج على افلام مسلسلات، تتابع كوره، تتابع ماتشات ولا اي حاجه. الجهاز ده تحفه الحقيقه، عجبني جدا. يعني انا حتى في البدايه قلت يلا بقى نتكلم على حبيب قلبي وبتاع، انا عمال اجربه، عجبني جدا جدا الجهاز ده الصراحه. عندك بطاريه بسعه 6400 ملي امبير، مش اكبر بطاريه في الدنيا، وكمان عندك شحن نص سريع 18 واط، يشحن التابلت ده من 0 ل 100 في ساعتين ونص تقريبا. يعني هو في الاول في الاخر هو تابلت اقتصادي، ما تفهموش ان انا منبهر بيه قوي يعني ان هو افضل تابلت في العالم. هو تابلت اقتصادي ولكن على سعره في الفتره اللي احنا فيها دي، في فتره الاسعار الجنونيه، وعلى الامكانيات اللي هو بيقدمها لك، فهو عجبني جدا. يعني لو جينا بصينا على حجم التابلت مقارنه بحجم الشاشه هنلاقي الحواف بتاعتها او البازلز بتاعتها رفيعه جدا. هنلاقي خامات التابلت كلها من المعدن. عندك سماعات الاستيريو، تابلت بالسعر ده بالامكانيات دي حاجه كويسه جدا. رابع واخر حاجه بنتكلم عليها في الفيديو ده هي الساعه دي اللي انا لابسها طول الفيديو. الساعه دي اسمها ريلمي تاك لايف ووتش، ساعه اقتصاديه. احنا الفيديو ده ثيم اقتصادي شويه، ساعه اقتصاديه. مش هقول لك ان هي افضل ساعه من ريلمي، تقريبا بتيجي بسعر 1000 جنيه او 1100 جنيه، انا مش متذكر قوي في المحلات، ولكن هتاخد مثلا شاشه مستطيله بحجم 1.7 بوصه، ودي شاشه للي بيتابعوا الساعات، شاشه كبيره مش صغيره خالص. الشاشه هنا جايه من نوع IPS مش شاشه اموليد، طبعا في الفئه السعريه دي مش هتلاقي اموليد اصلا. اللي عجبني جدا ان الساعه دي فيها كل شيء انت هتحتاجه. فمثلا عندك درجه حراره الجسم، بتقيس درجه حراره جسمك، ولو شافت ان انت سخن شويه او حاجه ممكن تنبهك. عندك الورك اوت طبعا لو بتعمل اي تمرينات، عندك الاوضاع كلها بتاعه التمرينات ممكن تحسبها. عندك الهارت ريت سنسور اللي هو قياس نبض القلب عادي، ده في اي ساعه دلوقتي، والSpO2 او نسبه تشبع الاكسجين في الدم. وطبعا بقى عندك بتحسب لك ساعات نومك، والنوتيفيكيشن طبعا بتجي لك نوتيفيكيشن، بس للاسف هي مش بتقرا عربي. زي ما انتم شايفين كده جاي لي نوتيفيكيشن
الابلكيشن قاريها بشكل غريب جدا بالعربي، بالانجلش بتقرا عادي. عندك طبعا تايمر بقى وفلاش وستوب ووتش، والكاميرا ان انت ممكن تستخدمها كريموت للكاميرا بتاعت موبايلك. يعني هي بتعمل كل الحاجات الاساسيه بتاعت الساعه السمارت ووتش. وعندك ووتش فيسز كتيره جدا ممكن تختار منهم بالابلكيشن بتاع ريلمي اللي على الموبايل بتاعك. الحاجه بس اللي ضايقتني في الساعه دي ان هي مش بتسجل غير واحد ووتش فيس بس من الموبايل بتاعك، ولو عايز تغيره بتروح للموبايل وتعمل ابديت لواحد جديد او تعمل داونلود لواحد جديد، هيمسح القديم وبعدين يروح جايب لك الجديد. فهي واحد بس ووتش فيس انت ممكن تنزله، لكن عندك 4 تقريبا ووتش فيسز مثبتين مسبقا على الساعه ممكن تغير ما بينهم. البطاريه بتاعتها بتقعد تقريبا 10 ايام او 11 يوم، بتشحن تقريبا في ساعه ونص. فالصراحه الساعه عجبتني جدا على سعرها، ساعه يعتمد عليها فعلا. يعني هتديك كل حاجه انت محتاجها في ساعه سمارت ووتش، والاهم ان هي شكلها شيك جدا، شبه الابل ووتش شويه من غير كراون، ولكن شكلها حلو برضو وشياكه. بس كده في النهايه حابب اقول لكم ان كل المنتجات اللي انا ذكرتها في الفيديو ده هتروح لجيف اواي لواحد منكم. هي للاسف 4 منتجات مش كتير قوي، بس هتروح لواحد منكم. فهتلاقي لينك تحت في الديسكريبشن، لينك المسابقه. من شروط المسابقه دي ان انت تعمل سبسكرايب للقناه هنا وتعمل فولو على الانستجرام، ولازم تسجل في اللينك اللي تحت ويتاكد ان انت عامل الشروط دي، وبعدين هيدخلك المسابقه وبيتم اختيار الفائز او الفائزين في الحاله دي بشكل عشوائي جدا. هو البرنامج اللي بيختار يعني، فما فيش اي كوسه ومفيش اي حاجه، وان شاء الله تكسب حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو ده. بس كده قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، وما تنسوش لو عجب الفيديو ده تدوس لايك، وما تنسوش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.